على بالي كامل تخافوا ديروا لا خفاف ولا سفنج باسكو ما ينجح لكمش، وعلى بالي الثاني كامل راكم تحوسوا على وصفه سهله ما لا تعتمدوها دائما. بصح لو كان جربوا وصفتي راح توليو بكل محترفين فيه، يجي مقرمش خفيف وما تجي فيه حتى نقطه تاع الزيت. ودوكا رانا في الشتا تحتاجوهم كامل، قهوه العصر ولا فطور الصباح، عليها لازم تسجلي هذه الوصفه عندك. للوصفه راح نحتاج مغرف كبير خميره مع مغرف كبيره سكر، 300 ملل ماء دافي، 500 غرام فرينه، ونحتاج تاني نص مغرف كبيره ملح وكيس خميره الحلوى. هذا مكان نحط الخميره والسكر، نزيدهم نص كميه الماء دافي، نخلط ونخليهم يرتاحوا 10 دقائق. من بعد ما تفاعلت الخميره نحرك ونزيد كيس خميره الحلوى، نخلط ونزيد شويه فرينه، نحلها مليح حتى نتحصل على هذا القوام كما راكم تشوفوا. من بعد نكمل نضيف كميه الماء الدافي ونزيد الفرينه وشويه تاع الملح. في الاول نجمع الخليط بالفوي، ومن بعد لازم نستعمل اليد. نجمع الخليط وكي يبدا يتلصق في اليد نبدا نخبط في الخليط من تحت للفوق با يدخلوا الهواء كما راكم تشوفوا مده 5 دقائق. نستمر بنفس الطريقه في الخبط هكاك حتى يعود الوجه تاع العجينه ليس والقوام ما يتقطعش. ندهن العجينه بالزيت ونغطيها ونخليها تخمر في مكان دافي جدي بيان، في مكان دافي مده نص ساعه. كما راكم تعرفوا كامل رانا في الشتاء لازم يكون المكان دافي هكا باش تخمر العجينه مليح. بعد ما خمرت نديكازيها، نحط الزيت يسخن ونبدا نقسمها كريات الحجم حسب الرغبه، ومباشره نفتح الحبات. لاول مره يجربها ننصحكم البنات ديروا كرات صغار، ديروا كرات صغار هكا باش يجيكم سهلين كي تفتحوهم، وقليهم. والسر باه تجيكم ما فيهم حتى قطره تاع الزيت ولا حتى نقطه تاع الزيت من داخل. كي تحطوا الحبه في الزيت ما تحطوش فوقها الزيت نهائيا، خليوها حتى تشوفوا الجناب تاعها بداو ياخذوا اللون الذهبي المتعارف عليه وقلبوهم من الجهه الاخرى. وهاي الوصفه تاع اليوم وجدت، وشوفوا لي كيفاه جات طريه وبزاف بنينه ومقرمشه وما فيها حتى نقطه تاع الزيت من داخل. ما تكونيش انانيه وبعتي الوصفه لمرتخوك ولا صاحبتك باش تجربيها، وما تنسيش تسجليها. جربوها وخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش ديروا لي اشتراك ولايك تاني.